تحتل أرض العراق ويقال لنا بأن المشكلة مشكلة أسلحة دمار شامل. هذا ظاهر. لكن الذي يذهب الآن إلى العراق وإلى بغداد بالذات يعلم علم اليقين ويرى رأي العين أن الجمعيات الصليبية التنصيرية بالمئات أو بالآلاف واليهود كذلك. فإذا أرض الإسلام يراد لها أن تنصر وأن تهون. أرض العراق من أجل أسلحة الدمار الشامل. وبنو إسرائيل لعنهم الله في أرض فلسطين يملكون 200 صاروخ نووي. هذه ماذا تسمى؟ هذه تسمى حلويات يكرم بها العرب في غفلتهم. 200 صاروخ نووي، ترسانة نووية والله لا تملكها بريطانيا ولا تملكها فرنسا ولا تملكها ألمانيا ولا تملكها أوروبا مجتمعة، يملكها القردة في أرض فلسطين. ثم يقال لنا بأننا لا يصح أن نملك حتى ولعله يأتي زمن يصير عود السواك خطرا على اليهود والنصارى وليس السلاح. هناك خلل، وهذا الخلل نحن نعيشه في ديننا وفي عقيدتنا قبل أن نعيشه في دنيانا وفي واقعنا. إن اليهود قد أعدوا العدة منذ زمن لاسترجاع دولتهم المزعومة، ولكن المسلمين يقولون دائما أننا أهل السلام. نعم، هي كلمة حق، ولكن علم الله أن كل من يقول هذه الأيام فإنه يريد بها الباطل. صحيح نحن أمة السلام، ولكن من السلام؟ من السلام؟ السلام هو الله. السلام هو الله، ومن أسمائه الحسنى السلام. فنحن لو أننا نريد السلام بمعنى أننا نريد الله، وإذا كنا نريد الله بمعنى أننا نريد القرآن، بمعنى أننا نريد الإسلام. واسمع أنت لكلام الله حيث يقول ربنا عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تريد السلام؟ أجابك السلام، أجابك السلام سبحانه بالكتاب المنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام. لا يوجد سلام غيره. نحن إنما يراد لنا أننا ننسلخ من الإسلام لكي يرضى اليهود والنصارى عنا. نعم، ولهذا صار الشاب الذي يحمل المتفجرات ويدخل بها أسواق اليهود أو حاناتهم أو مخابرهم أو حدائقهم أو إداراتهم ويفجر نفسه، صار على ألسنة بعض أصحاب العمائم أبعدهم الله، صار إرهابيا. الذي يملك 200 صاروخ نووي يسمى رجل سلام وتسمى أمة سلام، والذي يداس على دينه وعلى كرامته وعلى ملته وعلى شرفه هذا يسمى إرهابيا. ولتعلمن نبأه بعد حين. والذي لا يحسن معرفة التاريخ يرجع إلى آبائنا الكبار والحمد لله ما زالوا أحياء. اسألوا آباءنا الذين كانوا يسكنون الجبال والمغارات، اسألوهم كيف كانت تسميهم فرنسا. بل لا تسألوهم وارجعوا إلى الجرائد التي كانت تطبع في تلك الأيام، تجدون عميروش والحواس ومحمد بوقرة وغيرهم من الرجال والفحول الذي أنجبتهم هذه الأمة رضي الله عنهم ورحمهم جميعا، ستجدونهم يسمونهم إرهابيين، ونحن اليوم نسميهم مجاهدين وشهداء. فما الذي تغير؟ الذي تغير أننا نزعنا عن أعيننا
تلك القشرة الكاذبة التي كانت هي سطوة النصارى على بلاد المسلمين. فلما مكننا الله من أرضنا رددنا إلى صاحب الحق حقه وسميناه مجاهدا بعد أن كان إرهابيا. فإذا ظهر المهدي وظهر جيشه المرضي، ولا أقصد بالمهدي ما يجعجع به المجوس في أرض العراق في أرض إيران، فإن المهدي بريء منهم، بل إن أول قوم يقاتلهم يقاتل هؤلاء لأنهم من أنصار اليهود يوم ظهوره. إنما أقصد المهدي محمد بن عبد الله رضي الله عنه من سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الصالح هو الذي سيعيد الأمور إلى نصابها، سيسمي المجاهد مجاهدا، والاستشهادي استشهاديا، ويسمي اليهود يهوديا، حتى إن الحجر والشجر يطيعه في تلك الأيام ويقول له يا مسلم يا عبد الله إن ورائي يهودي فاقتله. هذا هو الذي سيعيد الأمور إلى نصابها. ولهذا تمسكوا بما بقي، فإن الإسلام يفصل عروة أولها الحكم وآخرها الصلاة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: واحذروا أيها الكرام أنكم تلبسون الصراع لباسا ليس لباسا. الصراع صراع ديني، صراع عقائدي، صراع على الملة، صراع على الكتاب المنزل، صراع على الأنبياء، صراع على المرسلين، صراع على أرض الإسلام، صراع على أرض الجهاد، صراع على أرض الصحابة، صراع على أرض الأنبياء والمرسلين. فإياكم أن تغتروا بما يقال هذه الأيام وبما تجعجع به وسائل الإعلام، فإنما هي حرب زائفة يريدوننا أن ندخلها. نحن أنا الذي ترونني لو قلت اليوم لماذا لا نعلن الجهاد على اليهود لقالوا أنت إرهابي، صح ولا لا؟ ولكن عندما يدخل اليهود حربهم معنا نحن المسلمين يسمونها حربا دينية. اليهودي يسمي حربه مع المسلمين حربا دينية، والمسلم يسميها تارة مقاومة وتارة استنكارا وتارة غيرها من الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولن يخرج اليهود من أرض الأقصى إلا الجهاد في سبيل الله.